سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم. في وقت تموج فيه المنطقة العربية والعالم بالعديد من الأزمات، جاءت تحركات القيادة السياسية المصرية خلال السنوات التسع الماضية بهدف تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر والأصعدة. فعلى مدار هذه الأعوام أدارت مصر علاقتها بالخارجية والإقليمية والدولية بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي. دبلوماسية متعددة الأطراف وعلاقات ثنائية مقامة على أساس من الندية وتحقيق المنفعة المشتركة والتنوع في العلاقات مع مختلف دول العالم كانت سمة التحركات المصرية. كما أيضا ابتعدت مصر عن سياسة المحاور أو الدخول في أي استقطابات خاصة بين القوى الكبرى المتنافسة في النظام الدولي، وهو ما أتاح لها لعب دور فاعل إقليميا وعالميا ولتصبح مصر الرقم الصحيح في المعادلة الدولية. المزيد من التفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ حسن بديع. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. وتقييمك وخصوصا في عمق عملك الصحفي لسنوات، ألا وهو في التحليل السياسي والقراءة للخطوات السياسية. في هذا الصدد السياسة الخارجية المصرية طوال 9 سنوات تحركت بطريقة موازية في دوائر عدة محلية وإقليمية وعربية وعالمية. ما تقييمك لهذا التحرك على التوازي؟ لا، هو السياسة الخارجية المصرية لو قيمناها في الأعوام التسعة الماضية بدءا من 2014 ليومنا هذا، واحنا في 2023 وداخلين على 2024 وداخلين على 10 سنوات كاملة. السياسة المصرية الخارجية اختلفت، أزعم أنها اختلفت جذريا عن السياسة الخارجية المصرية التي كانت متبعة في 40 عام الماضية قبل 2014. السياسة الخارجية المصرية عادت إلى دوائرها الثلاثة التقليدية التي بنت عليها مصر سياستها الخارجية واستراتيجياتها في كل التحرك الدولي، وهو العودة واستعادة مرة أخرى الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية. صحيح. وقطعت مصر شوطا كبيرا في هذا المجال، وأيضا عادت مرة أخرى لسياسة التوازن الدولي والتعامل على مسافة واحدة من كل الأقطاب وكل القوى العالمية الموجودة في العالم والمتواجدة، وتخلت عن السياسة التقليدية والتي اتبعت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي والقائمة على وضع البيض كل البيض في السلة الأمريكية وفقط. فاكتسبنا علاقات متوازنة وجيدة جدا استفادت منها مصر، سواء من استمرارية علاقتها الطيبة والجيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، أو علاقتها القوية بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أو علاقتها المتميزة والتاريخية مع روسيا الاتحادية، أو علاقتها بالصين الشعبية كقوة عظمى، واستعادة دفء علاقتنا التاريخية بالهند، واستعادة التواجد المصري في أفريقيا واسترداد أفريقيا مرة أخرى والتي ابتعدنا عنها على مدار أكثر من 35 سنة دون مبرر موضوعي. الحقيقة استردت مصر كثير من الأرض المفتقدة التي فقدتها في السنوات وفي الحقب الماضية السابقة، استعادت بقوة وأدت دورها بشكل جيد في عالم السياسة الخارجية والتوازنات الدولية. طيب، إذن كما ذكرت حضرتك هناك سياسة مصرية جديدة اختلفت عن ذي قبل، وأيضا هناك نظام عالمي جديد يتشكل. عن هذه الكيمياء وهذه المصالح المشتركة، السؤال هنا: ما هي الثمار التي جنتها السياسة الخارجية المصرية من خلال أيضا الدخول إلى مفترق طرق ونظام عالمي جديد أو أنظمة عالمية جديدة؟ هي مصر استفادت كثيرا، يعني لو قلنا أنها استفادت على المستوى البسيط أو الأولي أو المادي المتمثل في تبوء بعض المواقع الدولية مثل رئاسة الاتحاد الأفريقي وغيرها، هنقول لكن استفادت في تقديري ما هو أهم وأعمق من ذلك كثيرا. استفادت أنها لعبت وتلعب دورا
مؤثرا في السياسة العالمية والخارجية بشكل عام. ويكفي أن مصر اليوم هي المتحدث الرسمي باسم قارة أفريقيا في قمة المناخ وفي هذا المجال الحيوي والهام. يكفي أن الأداء المصري متميز في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في بعض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. يكفي أن مصر الآن ومنذ بضعة سنوات وليس الآن هي تكتسب كل يوم أرض جديدة، ودورها ينمو في العلاقات الدولية، وتتمتع الآن بعلاقات جيدة جدا مع القوى العالمية المشكلة النظام العالمي الجديد. لأن النظام العالمي الذي سقط وانتهى في 90 ما بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت 90 بسقوط الاتحاد السوفيتي، ثم جاء نظام عالمي جديد قام على القطب الأوحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النظام سقط عمليا منذ بضعة سنوات، وأصبح لدينا الآن واقع متغير، واقع جديد بيقول أن النظام العالمي يتكون الآن على الأقل من 4 ل 5 أقطاب عالميين: روسيا الاتحادية وأمريكا والصين وأوروبا الاتحاد الأوروبي والهند تقترب بشدة. وبالتالي استطاعت مصر أن تلعب بذكاء ومهارة مع هذه القوى الكبرى وتتمتع بعلاقات طيبة، بما يعود بالفائدة والمكسب على مصر والشعب المصري، وبما يجعلنا في وضع دولي جيد ومحترم يتعامل معنا الجميع بقوة وثبات واحترام وعلى قدم المساواة. وربما توج كل ذلك أخيرا بانضمامنا إلى منظومة البريكس العالمية، وهذا يعني أن احنا وصلنا إلى درجة قوية جدا من الدول المؤثرة في السياسة العالمية، ناهيك طبعا عن التواجد بقوة في البحر المتوسط والتواجد الأمني الشديد وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها مع بعض بلدان حوض البحر المتوسط، بما يجعلنا يعني من الدول القوية والمؤثرة في حوض البحر الابيض المتوسط، وهو امر هام جدا للسلام العالمي وامر هام جدا للامن الاقليمي والامن العالمي. فالنجاحات المصريه ده خلاف بقى الدائره الاسيويه والعلاقات القوية مع الدول الآسيوية بشكل عام، والتعاون الذي يزداد قوة وعمقا مع الصين ومع كوريا ومع الهند وأيضا مع اليابان وغيرها من الدول الآسيوية. ده بيجعل مصر في مكانة عالمية تليق باسمها وتاريخها وعراقتها. دبلوماسية مصرية جديدة، نظام عالمي جديد، نعم، ولكن هناك مشتقات لتحولات الدبلوماسية عموما في العالم، ألا وهي دبلوماسية الطاقة، دبلوماسية الغذاء، دبلوماسية الماء، دبلوماسية الثروة، دبلوماسية علمية ومناخية. صحيح. ماذا عن أيضا تحول الأداء الدبلوماسي في العالم حول هذا الصدد، واللاعب المصري في دبلوماسية الغاز في البحر المتوسط أو الغذاء الآن أو الماء أيضا إلى آخره؟ العالم كله يتحول إلى توظيف السياسة والدبلوماسية وكل شيء متاح لخدمة الموارد والتنمية الاقتصادية وخدمة شعوبهم. وفي هذا الإطار بدأ توجه حقيقي نحو الآن كل ما هو ممكن من مصادر طبيعية: غذاء، مياه، طاقة، كل شيء. وفي هذا الإطار توظف الصراع العلمي الآن والصراع التكنولوجي الذي يدور على قدم وساق اليوم بشكل رهيب. وفي هذا الإطار أيضا تبنى علاقات الدول وتبنى التحالفات الدولية حسب المصالح، وناهيك طبعا عن قضية المناخ وما أدراك بالمناخ والمتغيرات المناخية. مصر لعبت وتلعب دورا مؤثرا في قضية المناخ، ولها وضع دولي ومميز، واستضافت قمة المناخ في العام الماضي في شرم الشيخ، ومتحدثة بلسان أفريقيا وتتناول القضية وتتبناها على كافة المستويات الدولية. أيضا في قضية الغاز والبترول والموارد النفطية والمعدنية وغيرها من المصادر الطبيعية قطعت مصر شوط كبير جدا، سواء بالعلاقات والاتفاقيات مع العديد من البلدان أو حتى على المستوى الداخلي داخل الحدود المصرية، واستردت عدد من الثروات التي كانت مهدرة بالفعل في البحر المتوسط وغيرها. وبالتالي هي قطعت شوط كبير وقدرت تتعامل بذكاء وحنكة مع المتغيرات اللي حضرتك أشرت إليها والتي دخلت على قاموس السياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية، ولم تعد قاموسا تقليديا
مثلما كان من قبل خاص بالنزاعات العسكرية والسياسية وفقط. لكن الأمور تطورت تماما، وأصبح الكل يعمل الآن في إطار التنمية المستدامة، وهذا هو المتغير الجديد الذي أدخل ببراعة وبهدوء في السياسة الخارجية المصرية، وتفاعلت وتعاملت بذكاء وبثبات مع هذه الظواهر، وبدأت تستفيد منها وتستثمرها لصالحها بشكل أو بآخر. أعتقد أن دي من النجاحات الحقيقية في هذا المجال. طيب، أيضا ملف دبلوماسي خطير وهام جدا، ألا وهو الدبلوماسية الشعبية والتواصل مع شعوب العالم. ودي بصراحة في العالم كله فيها لسه يعني شد وجذب، لعبة شد الحبل. الدبلوماسية الشعبية المصرية بمعنى مخاطبة والتواصل مع الشعوب حول العالم. ما هي الرؤية المصرية في هذا الموضوع، وما هو المأمول، خصوصا ان في شعوب احنا بنهتم فيها سواء افريقية عندنا او في الخليج او في شمال المغرب العربي او حتى في دول اوروبيه أخرى. احنا من الدول التي بدات مبكرا في الدبلوماسيه الشعبيه على فكره. الستينيات. نعم. ايوه، بداناها من ستينيات القرن الماضي، ولنا باع طويل فيها، ولدينا خبرات متراكمه. اعتقد ان سياسه مصر الخارجيه في العشر سنوات الاخيره قامت على استثمار جيد لهذه الخبرات وتوظيفها لصالح البلد ولصالح مصر بما يخدم خطنا الاستراتيجي ومصالحنا الحيوية، ونجحنا في ذلك على مستويات عدة، سواء على مستوى بلدان عربية، على مستوى بلدان إسلامية، على مستوى بلدان أفريقية. دي ساعدتنا كتير جدا. استخدمنا أيضا العامل الاقتصادي والعامل الاستثماري وتصدير المنتجات المصرية وتعاملات رجال الأعمال والمساهمات المصرية الجبارة في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من الدول الأفريقية، على غرار البنية الأساسية والطرق والسدود زي السد اللي بنبنيه في تنزانيا، والمدارس والجامعات اللي بننشأها في أفريقيا، والقوى الناعمة المصرية اللي بدأت تتحرك في دول عديدة منها أفريقيا وغيرها عن طريق الأزهر والكنيسة، والتأثير المصري المتواصل في هذه المجالات. أعتقد أن احنا استفدنا كثيرا، لكن هناك مأمول أكثر في هذا الصدد في رأي حضرتك على الدبلوماسية الشعبية؟ نعم، بالتأكيد. يعني احنا محتاجين أكتر، ومحتاجين تحريك مزيد من الطاقات الشعبية المصرية. لدينا إمكانيات هائلة، ولدينا كفاءات، ولدينا خبرات، ونستطيع أن نتوجه بها نحو العالم كله على فكرة. يعني لا نكتفي بالدائرة العربية والأفريقية القريبة مننا أو اللصيقة، لكن يمكن أن نتعامل بها. واستغلينا كده في الجاليات المصرية في الخارج، في أوروبا وفي أمريكا، في النشاط البارز لوزارة الهجرة المصرية، في المؤتمرات المصرية اللي تعقد في الخارج. يعني باستمرار في تواصل من هذا النوع، واعتقد ان احنا لعبنا دور كبير مع يعني. اتفضل. ايضا هناك دبلوماسية المعلومات او الامن، وهي تختص بتعامل الاجهزة السيادية مع الدبلوماسية محليا، وتعامل دوليا الاجهزة السيادية دوليا في دول مختلفة. ماذا عن دبلوماسية المعلومات والمعلوماتية؟ شوف حبيبي، هو أنا عايز أقول لك يعني إن كل شيء يخضع في النهاية ويوظف ويسخر لحساب الأمن القومي للبلاد. هذا أمر مقدس، وكل موارد وإمكانات الدولة البشرية وغير البشرية والطبيعية، وكل شيء يخضع ويوظف لتحقيق مصالح واستراتيجيات الأمن القومي. وبالتالي في هذا الإطار فإن الخارجية والدبلوماسية وغيرها من وكل الوزارات المصرية والثقافة والإعلام وكله يعمل في إطار منظومة الأمن القومي، ويعمل في خدمة أهدافه الاستراتيجية بالدرجة الأولى. وبالتالي ده أمر وتطور طبيعي، لأن العالم كله بيقوم الآن على المعلومة، والصراع العالمي الذي يدور الآن على المعلومة. ومهما حصل تقدم علمي، ومهما حصل في وسائل تواصل خطيرة جدا وغير مسبوقة، ومهما حصل من إبداعات متعددة في هذا المجال، إن تبقى للمعلومة أهميتها وقيمتها، ويبقى للعنصر والعامل البشري أهميته وقيمته. وبالتالي أنا أعتقد على ضوء رؤيتي أن السياسة الخارجية المصرية اتوظفت جيدا في هذا الإطار، وهناك درجة عالية جدا مش من التنسيق، حتى من الامتزاج الكامل بين الدبلوماسية المصرية
السياسة الخارجية المصرية وبين معطيات ومعايير الأمن القومي المصري. وشاهدنا هذا عمليا في الكثير من الأمور ومن القضايا ومن الموضوعات. وأعتقد أن دي إحدى سمات الدول الكبرى في العالم، والعالم الذي لا يحترم إلا القوي والكبير، ولا قوة ولا كبر بدون أمن قومي. وبالتالي أعتقد أن مصر نجحت في هذا المجال كثيرا، ومثلها مثل أي دولة من الدول الكبرى في العالم اللي احنا عارفينها موجودة على الخريطة. هناك أيضا تخصص مصري أيضا فيما يسمى دبلوماسية الحوار والجوار، خصوصا مع أزمات دول شقيقة. صحيح. مثل ليبيا، وهنا دبلوماسية إنسانية وشعبية وإلى آخره، أو السودان أو سوريا حتى وغيرها من الدول. ماذا عن الدبلوماسية المصرية التي تصل إلى قلب العواصم العربية؟ هذا جزء لا يتجزأ من المفهوم الصحيح للأمن القومي كما يجب أن يكون، وده اللي أنا كنت بقول عليه من شوية، أن الدوائر الأمن القومي متعددة، تبدأ بالدائرة الصغيرة والضيقة، ثم المتوسطة، ثم العالمية والمتسعة. فده أهم دائرة، وهي الدائرة القريبة واللصيقة منك التي ترتبط بها بحدود مشتركة وبمصالح حيوية. كان الدور المصري واضح وصريح ومحدد جدا في الحفاظ على الأمن القومي المصري أولا، ثم محاولة الحفاظ على الأمن القومي ليبيا ككل كنموذج. وتمكنت مصر من أن تحمي حدودها من خطر الإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة وخطر التواجد الأجنبي المتعدد الوجوه في ليبيا. ثم بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة استضافة الإخوة الليبيين في مصر ومحاولة الوصول لحل السواء بينهم والتقارب بينهم والعمل على إيجاد وساطة حقيقية بين الأطراف الليبية تمكننا من أن نصل بليبيا إلى بر الأمان، وأن تكون هناك دولة مركزية قوية في ليبيا ودولة ذات مؤسسات وتجتاز ليبيا هذه المرحلة. مصر لعبت دور كبير جدا في هذا المجال وما زالت تلعب بقوة على كافة المستويات، من التواجد السياسي لغير السياسي إلى حتى الموقف العظيم المعتاد الطبيعي من مصر اللي خدته في أزمة الإعصار الأخير اللي هاجم ليبيا، والجهد المصري الذي بذل وما زال يبذل في هذا المجال. نفس الشيء في السودان، نحن نسعى للوساطة ونسعى لحل سلمي ونسعى على وقف إراقة الدماء ونسعى لإخراج السودان من محنته وأزمته. نفس الموقف تبنيناه في أيضا سوريا، وتبنيناه بشكل قد يكون مختلف في اليمن، وما زلنا نرى أن لا حل للأزمة اليمنية إلا الحل السلمي وتوافق الإخوة اليمنيون جميعا. وأعتقد هذا ما وصلت إليه الآن القوى الإقليمية والقوى العالمية. يعني الموقف المصري في 2015 كان موقفا صحيحا 100%، موقفا استراتيجيا صحيح بألا نصعد الأمور في اليمن وأن لا نصل إلى ما وصلت إليه الأمور. ثم عاد العالم كله الآن والقوى الإقليمية المتصارعة الآن عادت إلى الموقف المصري الذي كان عليه في 2015. فتناولنا مثل هذه الملفات سواء الملف الليبي، السوداني، السوري، اليمني، طبعا فضلا عن تبنينا القضيه الفلسطينيه المركزيه قصه ثانيه، دي قضيه حتى في العراق ايضا يا دور الى حد ما الى حد ما. يعني العراق ارض خصبه للصراعات الدوليه وتتنازع فيها قوى اقليميه وعالميه عديده من تركيا لايران لامريكا لبريطانيا لكثير، لكن حتى الصين بدات تدخل في العراق. ولكن نحن نحاول ان نتواجد ناهيك على علاقاتنا المتميزه جدا بالخليج، التواجد القوي في شمال افريقيا، العلاقات الدافئه مع تونس، العلاقات القويه مع الجزائر وهكذا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإبداعات. أشكرك يا فندم. نورتني، ربنا يخليك. كاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ حسن بديع، وهذه الإفاضات والإبداعات أيضا أشكرك يا فندم في ثنايا هذا الحوار. شكرا.